عليكم. السلام عليكم، عاملين ايه؟ دلوقتي هنعمل هي حاجه ليبيه زي البسكوت بقى، زي الغريبه، هتبان في الاخر ليك، بس هي حاجه مطلعها تحفه ما شاء الله عليها. دي تاني سنه بنعملها. المقادير بتاعتها اهي: كوبايه ونص زبده، ربع كوبايه زيت، 2 بيضه، 3 معالق نشا بمعلقه الاكل، كوبايه سكر بودره، 2 فانيليا، كيس بيكنج باودر، والدقيق حسب ما هتلم في ايديك. نحط ربع زيت، الكوبايه المعياريه، واللي مش عنده الكوبايه المعياريه، الكوبايه اللي هيعاير بيها الزبده هي اللي والسكر هي اللي هيعاير بيها كل حاجه. وكوبايه ونص زبده بحراره الغرفه، مش عايزينها لا مستيحه ولا حاجه، زي ما انت شايفه كده. عايزينها تبقى ماسكه كده، لا في التلاجة ولا مستيحه، زي ما هي في المطبخ. معاها 2 بيضه برضو بحراره الغرفه، معاها كوبايه سكر بودره، معاها 3 معالق نشا، معاها كيس البيكنج باودر، ومعاها 2 فانيليا. طبعا الدقيق ده حسب ما هتلم في ايديكي، وهنشوفها دلوقتي. طبعا هي في ليبيا اسمها بيبي، اسم الاكل النوع ده بيبي. خلاص كده بصي بقت كريمه اهي، يعني مش كريمه، المهم ان احنا نفكها بس من بعضها بالسكر والحاجه اللي احنا على المقدار اللي احنا حطيناه. فكت، هناخد بقى الدقيق وحسب ما هتلم طبعا في ايدينا. نقول مقاديرها تاني: نوع البسكوت دوت كوبايه ونص زبده بالكوبايه المعياريه، وكوبايه وربع كوبايه زيت برضو بنفس الكوبايه المعياريه دي، وكوبايه سكر بودره، 3 معالق نشا، كيس بيكنج باودر، 2 ظرف فانيليا، بيضتين. نعملهم زي ما شفناهم كده لحد ما العجينه هتلم في ايدينا. تحتي كده بص، خلاص بقى كده احنا لميناها اهي. خدت حبه الدقيق احنا كنا ناخلينهم كيلو الا ربع دقيق تقريبا، بس برضك مش دعوه بالدقيق، انت حسب ما هتلميها في ايديكي. العجينه كده اهو لقيتيها كده اهي كويسه كده خلاص، هي كده مش بتتكسر. انا هوريها لك واحنا بنفردها وبنقطعها ازاي بالقالب. هي كده جميله، وانا هوريها لك بعد ما اشكلها، وانا بشكلها هتشوفيها كمان. طبعا احنا جبنا كيس تلاجة اهو، كيسين تلاجة، وهتاخدي عجينه كده زي دي وهتحطيها هتبقى ما بين الكيسين. التكسيرات طبعا مالكيش دعوه بالتكسيرات دي كلها هتبقى في الحروف. بص السمك بتاعها عايزينه يبقى كده، هي سمكها عامل ازاي، وانا هوريها لك في التقطيع. بص سمكها هو ده حلو كده، لما تستوي وهتنفش على البيكنج باودر اللي فيها. طبعا والقوالب دي طبعا من عند اي حد بتاع مستلزمات الحلويات، الاشكال اللي انت عايزاها واللي هتنقيها. انا هخلص الاشكال وهوريها لكم في الصاجات وهي معموله. هو ده سمك العجينه، مش اقل من كده، اقل من كده هتتحرق، واكبر من كده تبقى تخينه مش حلوه، تبقى طريه. بصي هي سهله قوي في تقطيعها وما شاء الله عليها اهي، هي تطلع في ايدك في القالب. بص سمكها
والله اللي هيجربها ما هيبطل يعملها لا في عيد ولا غير عيد، على طول. احنا عامه بنعملها طول السنه مش للعيد بس. خلاص كده روحي لماها كده بايديكي، وعند ايه التغسيله دي اهي، اروح لما تاني واروح حاطه الكيس زي ما قلت لك. طبعا القوالب دي لما تروحي عند بتاع مستلزمة الحلويات وتسالي عليها قولوا عايزه القوالب بتاعت عجينه السكر، عشان دي احنا اللي عملناها كده، احنا جايبينها اصلا لعجينه السكر للتورتات اللي بنعملها، فاستخدمناها في الحاجات دي. طب انا هخلص خالص بقى وهشكل بنفس الاشكال دي وهرجع اوريكم وانا في الفرن. كده خلاص انا خلصت العجينه كلها وشكلتها ما شاء الله، وفي واحد كمان دخلته الفرن يطلع كل ده من الفرن ان شاء الله، وهوريكم اشكالهم عامله ازاي. شكلهم والله تحفه، طبعا حاجه مش تقليديه، لا بسكوت بتاع المكنه ولا الكحك ولا الحاجات دي. هنعمل كذا صنف ان شاء الله ليبي هننزل بيهم كلهم احلى من بعضيهم، ودول بتوع طول السنه. كده يا حبايبي خلاص خلص الحمد لله، شكله اهو بعد ما اتعمل. جربوه والله هيعجبكم جدا، تحفه وناعم ناعم بجد. ده اللي اتقال عليه غريبه صحيح، مش الغريبه بتاعتنا المصري. جميل جدا 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 جدا. ان شاء الله دي حاجه من انواع الليبي، وانا كل مره ان شاء الله هنزل لكم حاجات تانية اكتر منها.